أتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وأضرع وأستشفع وأستنجز أن يعز جنده وينصر جيشه ويؤيد قيادتنا، وأن يساند العرب والمسلمين ويعينهم ويرد كيد الضالين في نحورهم، ويهزم أعداء الله أعداء الدين حتى تكون كلمة الله هي العليا. كما أبعث بتحياتي خالصة طيبة لمن قاموا بأمور ربهم فأسلموا له قلوبهم وأدوا فرائض شهرهم والتزموا آدابه وسلكوا منهاجه وأخلصوا له السر والعلن، وصامت عقولهم عن الزيغ وأفئدتهم عن الريب وجوارحهم عن المعاصي. وإن أمتنا في يومنا هذا لتستحق منا تحيات كثيرة. إنها تستحق التحية على تحرير إرادتها في الجهاد، تنطلق إلى ساحته مخلصة مؤمنة وتخوض به أقدس معاركها ضد الصهاينة أعداء الله أعداء الإنسانية. وإنها لتستحق التحية على تحرير إرادتها في الوحدة، تشارف أفقها الحبيب وتتألف في صف واحد كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. وإن أمتنا لتستحق من التحيات ما لم يكن لها في أعياد مضت. إنها تستحق التحية على تحرير إرادتها في ميدان النصر، تقتحم مجاله وتطهر ميدانه وتمحق أعداء البشرية في جنباته، فتمحق فيهم نقض العهد وخلف الوعد وخيانة المواثيق، وتقضي على مصدر القلق والتمزق في روح الإنسان وفي كيان الإنسانية. وإن أمتنا اليوم إذا كان لها أن تفطر من بعد صوم أطاعت به أمر ربها، وأن تنال من بعد حرمان انقادت فيه لتوجيهات بارئها، فإنها لا تستحق أن تتطلع إلى النوال الأكبر بالنصر، وأن تستشرف للغنم الأعظم بالفتح. نصر ترد به الأرض المغتصبة، وفتح تدخل به المسجد الأقصى، وذلك إذا واصلت صومها على الحلال بصومها عن الحرام، وإذا واصلت جهادها ضد الصهاينة المفسدين في الأرض بجهادها ضد النفس الأمارة بالسوء، وإذا واصلت إرادتها في الوحدة التي تجمع فيها بين الأفراد والشعوب بإرادتها في التوحيد الذي تأخذ فيه بكل ما أمر الله به أو نهى عنه، لا تترك من ذلك شيئا وتدع أشياء. ولقد عاشت أمتنا شهر رمضان بكل معانيه وأسراره، لقد كافحت وناضلت وجاهدت وقاتلت من أجل أن تعيد الكرامة والعدل والحق إلى الذين ظلموا وشردوا وأخرجوا من ديارهم وأموالهم وأهليهم بغير حق. وقتالنا اليوم إنما هو دفاع عن العقيدة في مواجهة قوم شاقوا الله ورسوله، وكلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم كذبوه أو قتلوه وأرادوها فتنة في الأرض وفسادا كبيرا. وإن تبعات الأمة الإسلامية والعربية في جهادها المقدس الذي تدور رحاه الآن تبعات كثيرة وكبيرة، ولئن كان أداء بعض التبعات عيدا تبتهج به الأنفس والسرائر، فلسوف يأتي الله بالنصر المبين قريبا إن شاء الله، والله متم نوره. وحينئذ يعيش المسلمون عيدهم الأكبر وحياتهم الآمنة، وعندئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وسيبقى شعارنا أبدا ونداؤنا دائما وهتافنا في كل حين وأذاننا لكل وقت: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين.